الجلوكومنان السر الحقيقي لحرق الدهون ولا نصب جديد على السوشيال ميديا؟ تعال نعرف الحقيقة كلها من الآخر. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم معاكم عن مكمل غذائي منتشر جدا على السوشيال ميديا، الجلوكومنان. ناس بتقول عليه السر السحري لفقدان الوزن، وناس تانية بتقول يا عم نصبايا جديدة وتضييع فلوس. فهي ايه الحقيقة؟ فعلا بيخسس ولا مجرد ترند هيعدي زي غيره؟ تعالوا نعرف كل حاجة عنه بجد. يلا بينا. أول حاجة، هو إيه الجلوكومنان ده أصلا؟ الجلوكومنان نوع من الألياف بيجي من جذور نبات اسمه الكونجاك، وده نبات مشهور في شرق آسيا. الألياف دي بتدوب بسهولة في المية، ولما تشربها مع المية يبدأ ينتفخ ويكبر حجمه أكبر من 50 مرة، فبيملى المعدة ويخليك تحس بالشبع بسرعة ويساعد على خسارة الوزن. طب ازاي بيشتغل في الجسم؟ الالياف بتاعته بسيطة. اول ما تاخدها مع كوباية مية كبيرة بيمتص المية ويبدأ ينتفخ في المعدة، يبعت اشارة للمخ انك شبعت فتاكل اقل، فبالتالي السعرات الاقل بتدي خسارة وزن على المدى الطويل. وكمان لانه الياف ممكن كمان يقلل امتصاص بعض الدهون والسكر من الاكل. الدراسات العلمية بقى بتقول ايه؟ يعني هل في علم ورا الكلام ده؟ في شوية دراسات كويسة. في ميتا اناليسيس اتعمل سنة 2014 واتنشر في الجورنال اوف اوبيسيتي. ناس استخدموا الجلوكومنان مع نظام غذائي خسروا وزن اكتر مقارنة بالناس اللي ما استخدموهوش. لكن برضو الدراسات بتقول التأثير بسيط نسبيا ومحتاج نمط حياة صحي علشان يبان الفرق. يعني من الاخر مش سحر، لكن ممكن يساعد. طب ايه الفوائد المحتملة بقى؟ الناس اللي بتستخدمه بشكل سليم بيحسوا بالشبع أسرع، ويقلل رغبة الأكل والوجبات، وممكن يقلل لهم الكوليسترول، وكمان يساعد على حركة الأمعاء والقولون، يعني مفيد للإمساك. طب الأضرار والتحذيرات؟ ليه شوية من دول برضه. لازم يتشرب معاه مية كتير جدا عشان ما يصدش في المعدة، وممكن يعمل غازات وانتفاخات، ومش مناسب لكل الناس بالذات اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. بالإضافة ممكن يتعارض مع بعض أدوية السكر والضغط لو اتاخدوا في نفس الوقت. بالإضافة أنه ممنوع للأطفال وممنوع للحوامل وكمان المرضعات يا جماعة. طب نصيحتي كدكتور، أنا مش ضد المكملات، بس أنا ضد الأوهام. خده مع نظام غذائي متوازن، واشرب معاه مية كتير، واعمل حسابك أنك تستمر عليه مش أقل من 8 أسابيع، وخليك واقعي. ما تتوقعش منه نزول 5 كيلو في الأسبوع ولا أرقام وهم زي دي. ولو كنت فاكر أنك ممكن تاكل برجر وكنافة مع الجلوكومنان فمش هيعمل لك اي حاجه غير حبه انتفاخ. طب الفرق بين الجلوكومنان وبقيه المكملات؟ وده بتساله كتير، يعني ايه الفرق بينه وبين الشيا او الياف السيليوم؟ الجلوكومنان بيمتص ميه اكتر، السيليوم ابطأ في الهضم لكن الطف على المعده. بذور الشيا فيها دهون صحيه بس مش بتصد قوي الشبع زي الجلوكومنان، فكل واحد فيهم ليه دوره. الجلوكومنان اكتر واحد فيهم بيعمل حجم في المعده. خلاصة الكلام يا اولاد، الجلوكومنان مش سحر، لكن مع نظام غذائي ممكن يساعدك، ولازم يستخدم صح. ولو عندك اي مرض مزمن اسأل الدكتور الاول، واكتبوا لي في التعليقات حد فيكم جرب الجلوكومنان وكانت ايه نتيجة التجربة. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده الجلوكومنان بكل تفاصيله من الاخر.